انا لما جيت في حلقه من الحلقات السابقه قلت مكنه بيراميدز طلعت قماش، انا كنت على حق، واللي استفاد منها هو ابن احمد الشناوي الحكم الدولي السابق اللي بسم الله ما شاء الله زبيبه الصلاه على قرطه عامله زي قعر الكوبايه. لما ابنه هو اللي بيطلع يمسكوه الفار في ماتش بيراميدز عشان ايه؟ يعمل نفسه اخرس واعمى واطرش، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. دي تبقى عيبه في حق ابوه. المفروض الاب يكون عارف ابنه ايه هو الضمير. في ماتش بيراميدز مع مودرن سبورت، الشيبي في الضربه الاولانيه اللي عمل نفسه نايم مش شايف حاجه، انه كان شرب له حجرين شيشه شكلهم مغمسين. عمرو الشناوي ما ناداش على الفار، فخلى الحكم خاف فطلع انذار، مع العلم ان دي كانت طرد فوري، طرد فوري، لان الولد اللاعب الشيبي ضارب لاعب مودرن سبورت بالكوع في وشه. طب انت فين يا عمرو يا شناوي؟ حتى في ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمودرن، طب انت مكتوب عليك اللي انت في ماتش بيراميدز اللي انت ما بقاش عندك ريحه الضمير ولا الاخلاق ولا الدين، ده عيب حتى في حق ده. انت اسمك عمرو احمد الشناوي، طب عيب على ابوك اللي المفروض اللي يقول لك يا ابني عامل ربنا اتق الله في الفلوس اللي بتاخدها عشان ما تخشش جوه بيت عيالك حرام. هي شكلها كده انت واخد على الحرام. ابن الوز غرقان ليه؟ من شبه اباه فما ظلم. ومش هقول اكتر من كده، كفايه كده على اللي انا بقوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.